احنا في قرية، يعني في عادات وتقاليد. تيجي الفرح تلاقي الزحمة، ما انتش لاقي مكان تقعد من كتر الناس اللي جاية تبارك. لما يجي حالة وفاة، في زحمة من كتر الناس اللي جاية تعزي. بس الوقت الموضوع اختلف، لما بيكون جاي فرح وجاي عزا وبتيجي تبص على العيان ومن الناحية التانية بتروح تأذي، يبقى الكلام ده في حاجة غلط. لما تيجي تلاقي كل بيت في قلب القرية دي في قلبه جن وفي قلبه حد مسحور، يبقى في حاجة برضه غلط. لما تيجي تلاقي المقابر كل ما شوية الجماعة يجوا ينضفوها يلاقوا فيها عمل، يلاقوا فيها حاجة معمولة، يبقى برضو الكلام ده غلط. انت بتيجي للفرح وبتيجي للعزاء، ما انت رايح تأذيني من ظهري، يبقى كده برضو في حاجة غلط. العادات والتقاليد بتاع القرية القديمة خلاص اتغيرت، وبقى في حاجات مش مظبوطة الأيام دي. بتجري على أذيتي ليه؟ وبتجري على أذية غيري ليه؟ بتخسر حد حياته ليه؟ وتروح للجن، تروح لعالم تاني تستعين بيه، بتنسى ربنا. لو حد ظلمك بتدعي ربنا وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل وتوكل له الأمر وهو بيجيب لك حقك. لكن انت بتكفر بربنا، بتروح للجن عشان هو اللي يجيب لك حقك، تروح لدجال وتروح لساحر تقول له اعمل لي عمل لده وقف لي حياته، ما تخلوش يتجوز، ما تخلوش ينجح في حياته. ايه ذنب عيلة عندها 15 سنة ولا 14 سنة في اعدادي نفسها تروح ثانوي يتعمل لها عمل عشان ما تنجحش في حياتها وحياتها تقف على كده؟ انتوا مش بس بتدور له حياته بس كدراسة، انتوا بتدمروا له حياته كلها. ممكن ما يتجوزش، ممكن يقعد جنب اهله، ممكن يجيله مرض، ممكن يحصل حاجات كتير جدا فيه، ممكن يموت. كان زمان بيقولوا عن القرية، اهل القرية دايما محسودين، دايما كلهم عارفين مشاكل بعض، داخلين في حياة بعض، عارفين رزق بعض. بس دلوقتي الموضوع اختلف، دلوقتي بقى فيه حسد وفي سحر. الفاشل دايما شايف الناجح ان هو واخد حقه، بس هو مش كده. انت ليك نصيبك وهو له نصيبه، ما تروحش تأذيه بالجن عشان خاطر يبوظ حياته زي حالاتك. بس ما تنساش حاجة، انت لو خسرته حياته انت هتخسر اخرتك وهتكفر بربنا، لانك رحت لحد من غيره تستعين بيه عشان تأذيه بالشخص ده. وفي الاول في الاخر ربنا قالها لك، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني كده كده ده نصيبه هو يشوفه، وانت مجرد سبب. فيا ريت محدش ياخد كلامي باستهزاء. وفي ناس كتير مأذية في حياتها بسبب انها معمول لها اعمال وعايشين معاك وفي حياتكم في كل بيت. مش ذنب ابن جارك ان هو متوفى عن ابنك وعايزة تأذيه عشان يبقى فاشل زيه. مش ذنب بنت اخت جوزك انها شاطرة في المدرسة وابنك فاشل. خايف على الناس تقولوا على عيلك فشل وولاد عمهم نجحوا فلحوا. كل حاجة لها ارزاق، وكل حاجة لها ترتيب من عند ربنا، فمش هتاخدي اللي مش ليكي. ولا تربطوا عريس يوم فرحه، ولا تعملوا الواحد فراق وطلاق، ولا تعملوا الواحد موت وتعملوا الواحد مرض. كل ده هيرجع لكم في الاخر، والكاس اللي شربتوه منه هتدوقوا منه في الدنيا وفي الاخرة، وعذاب ربنا اشد. في ناس حياتها باظت، وفي ناس اتطلقت، وفي بيوت اتخربت، وفي حاجات حصلت كتير. في ناس ماتت جالها مرض لحد الموت. انتوا كده ارتحتوا، بتيجوا تعزوا وانتوا تكونوا سبب الموت. مش بتكلم عن حالة ولا على شخص معين، بس الموضوع زاد عن حده لما كل يوم ويومين اللي له عمل في المقابر، ولا له عمل في ترع، ولا له عمل على شجرة، يبقى الموضوع كده خطير. فحرام عليكم، واتقوا ربنا في الناس، واتقوا ربنا في عيالكم، عشان خاطر هيلف ويرجع لكم تاني. والفلوس اللي بتدفعوها للسحرة عشان خاطر يعمل لكم السحر، ابقوا ادفعوها لوجه الله صدقة، وادعوا ربنا ان هو يديكم ويديكم احسن من اللي عند غيركم. بس انا اقول للمين؟ هو في حد بيصلي وعارف ربنا وبيقرأ قرآن هيروح يأذي حد بالجن؟ وهو قرأ قرآن وعارف ان في يوم من الايام سحرة فرعون امنت بسيدنا موسى؟ وصيت لكل مسحور: صلي ونام على وضوء واقرأ اذكار واقرأ قرآن وما تخافش من اي حاجة. كده كده ده نصيبك وربنا بعتهولك، وهو ربنا اللي هيحلك من المشكلة دي. زي ما حد بيلاقي عمل معمول ويفكه ويريح صاحبه منه، ده ما بيكونش صدفة، ده بيكون ربنا هو اللي ورهوله عشان يريحك من العذاب اللي انت فيه، ومن كتر الدعاء اللي انت بتدعي ربنا ان ربنا يريحك من اللي انت فيه. وربنا يكتر واد الحلال اللي بيعملوا خير كتير، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم ان هم بيساعدوا غيرهم في اي حاجة، وبيجروا على المصلحة العامة قبل الشخصية. مش قريتي بس، في اي قرية، لان الموضوع ده شامل كتير قوي في حتت كتيرة. انت لو عندك مدينتي، الرحاب، المناطق دي، ما تلاقيش حد هناك بيعمل سحر، ولا حد بيأذي حد، ولا حد شاغل باله بحد. هنا بس اللي دايما عاملين رجالة على بعض. فنضفوا نفوسكم واستعدوا لآخرتكم، وما تعطلوش جوازة فلان، ولا تأذوا علان، ولا لكوا دعوة بحد. ما تروحوش لمخلوق أضعف مما تخيلوا عشان تجيبوا يأذيكم. وكل الحكاية إنه هيلبس فيكم. عارف إن في ناس كتير كلامي مش هيجي على معدتها ومش هيرضوا بالكلام ده، وهم فاكرين إن محدش يعرفه، بس انتوا معروفين وبيندعي عليكم في وشكم ومن وراكم ومتقدروش تتكلموا. كان في ناس في قمة النجاح سابت شغلها وسابت حياتها وسابت بيتها وطلقت مراتاتها ومشيوا وسرحوا بعيد وراحوا اتجوزوا تاني وتالت، برضه بسبب كده انهم عمل لهم عمل خرب بيوت. ده اليهود طلعوا اسهل منكم بكتير، على اللي معروف انه عدوك، لكن يبقى حد مسلم ومعاك ويبقى هو اللي عدوك، ده اكبر كسرة لظهرك. ومحتاجين نشيل لقب يهودي من هناك عشان ندولكم انتوا، لان اللقب ده على مقاسكم انتوا بالظبط. وفي النهاية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم،
وأي شخص مسحور ما تخافش، ربنا موجود وهيجيب لك حقك في الدنيا وفي الآخرة. وعلى قد صبرك ربنا يهديك، إنما يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب.